مش عاوزاكوا تشيلوا هم العزومات بعد كده. سفرة النهاردة مميزة جدا وميكس جميل جدا مع بعض ومختلف. صينية دبابيس الدجاج المشوية في الفرن بالخضار، تتبيلة تجنن ريحة وطعم. ونغير بقى شوية من الرز ونعمل جنبها لسان عصفور بالخضار، حاجة كده رهيبة. مع طبق سلطة الزبادي والنعناع، سلطة كده جميلة ترطب كده مع الأكل ده. الأحلى بقى إن كل الأطباق ديت لايقة جدا على بعض، وطعم الأكل وريحته حقيقي تجنن. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنجهزها هي تتبيلة الدجاج. نص كوباية من الزبادي بتدي تروة حلوة جدا للدجاج. هضيف كمان معلقتين كبار من معجون الطماطم، معلقة كبيرة من هريسة الشطة تقدروا تستغنوا عنها، ربع كوباية من زيت الزيتون، معلقة كبيرة من الخل، وعصير ليمونتين كبار. هستخدم كمان بشر ليمونة كبيرة. هرجع أتبل بالملح، الفلفل الأسود، الثوم والبصل البودر، السبع بهارات، البابريكا، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، وأقلب كويس جدا. ريحة التتبيلة من دلوقتي في منتهى الجمال. معايا كيلو من دبابيس الدجاج، نقدر نستخدم الصدور أو الأوراق الكاملة زي ما انتوا عاوزين، مغسولة كويس جدا جدا ومنقوعة في المحلول الملحي ليلة كاملة. هعمل فيها فتحات كده بسيطة بالسكينة علشان تشرب كويس جدا من التتبيلة، واللحم من جوه يبقى طعمه حلو قوي. هضيف كده التتبيلة وأسيب كده حوالي معلقتين كبار، وأغلف بقى الدبابيس كويس جدا جدا بالتتبيلة، وأسيبها كده منقوعة في التتبيلة لمدة ساعة كاملة. أجيب بقى صينية ومعايا طبق فيه مجموعة بسيطة من الخضار، كوسة وجزر وبطاطس. أهم حاجة نقطع الخضار مكعبات كبيرة علشان ما يتهرش أثناء التسوية في الفرن. هضيف كمان بصلتين كبار متقطعين وكام فص كده من فصوص الثوم صحاح كده زي ما هما. هضيف كده معلقتين التتبيلة اللي احنا كنا سايبينهم، وأقلب بقى الخضار كويس جدا مع التتبيلة. أسويه كويس قوي وهرجع أرصص دبابيس الدجاج. نقدر كمان نستخدم دجاجة كاملة ونقطعها، برضو طعمها هيكون حلو جدا. أرجع كده أوزع التتبيلة، وأغطي صينية بورق الزبدة والألمنيوم، تدخل الفرن أول نص ساعة على أعلى درجة حرارة، وبعد كده ههدي درجة الحرارة لمدة نص ساعة كمان، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيها إيه. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض لسان العصفور. صينية أو حلة هنحطها كده على النار، وهضيف حوالي 3 معالق كبار من الزيت، وأول ما يسخن هضيف كوبايتين كبار من لسان العصفور. أهم حاجة بقى نفضل نقلب كده باستمرار علشان كله ياخد لون واحد، ويفضل يكون لونه ذهبي فاتح جدا علشان خاطر شكله لما بيبقى غامق في النهاية كده مش بيبقى حلو خالص. أصفيه بقى لسان العصفور كويس جدا من الزيت، لأن الزيت دوت هنرجع نستخدمه مرة كمان. نفس الصينية ونفس الزيت هضيف كده جزرتين كبار متقشرين ومتقطعين مكعبات صغيرين جدا، وكمان حبتين من الكوسة برضو متقطعين مكعبات صغير جدا. أديهم تشويحة حلوة على النار، وهتبلهم بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا، ومكعب واحد من المرقة ممكن تستغنوا عنه. هضيف كمان معلقة كبيرة من معجون الطماطم وأقلب تقليبة حلوة. وبعد كده هضيف لسان العصفور اللي احنا حمرناه مع بعض، أقلب كويس جدا، وهرجع أضيف بقى 3 كوبايات كبار من المية. أقلب كويس جدا وأغطي بقى صينية وأسيبه كده على درجة حرارة متوسطة لحد ما يتشرب ويستوي معايا. أثناء التسوية لو حسيتوا كده إن لسان العصفور لسه ني ولسه محتاج مية، هضيفه نص كوباية بنص كوباية، وتسيبوه كده على درجة حرارة متوسطة لحد ما يتشرب ويستوي كده تماما زي ما انتوا شايفين كده، مستوي ومفلفل وحلو جدا. نحضر بقى دلوقتي السلطة. في الكبة هضيف البقدونس والنعناع، الأوراق بس من غير العيدان، حبتين من الخيار متقشرين ومتقطعين مكعبات كبيرة، وثلاث فصوص من الثوم، وأضربهم كويس جدا. ممكن كمان نضيف حوالي ربع كوباية بس من المية. أنقلهم بقى كده في طبق تاني، وأضيف كوباية كبيرة من الزبادي، معلقتين كبار من زيت الزيتون، معلقة كبيرة من عصير الليمون والخل، وهتبل بنص معلقة من الملح والفلفل الأسود، وأقلب كويس جدا. السلطة على قد ما هي بسيطة جدا، بس طعمها حقيقي في النهاية حلو جدا جدا، والأحلى بقى إن هي كانت لايقة جدا مع أكل النهاردة. طبعا دخلنا الصينية أول نص ساعة على أعلى درجة حرارة، وبعد كده هدينا درجة الحرارة لمدة نص ساعة كمان. هنشيل بقى من عليها الورق. أول ما تحسوا كده إن اللحم فصل عن العظم، يبقى خلاص الدجاج دخل في مرحلة التسوية. الخضار كمان مستوي معانا بس مش مهري. هندهنها بقى كده بالصوص اللي نزل منها، ونشيل من عليها الورق، وتدخل الفرن نص ساعة كمان. وبعد كده نشغل الشواية علشان تاخد اللون الجميل دوت. شلنا الورق من عليها لمدة نص ساعة علشان تدينا طعم وشكل المشوي. بعد ما تطلع من الفرن ندهنها كمان بالصوص اللي نزل منها، وكده خلاص لسان العصفور بقى جاهز معانا. يلا بينا بقى نجهز الطبق بتاعنا. حطيت كده شوية من لسان العصفور، واحط كمان الخضار اللي احنا جهزناه. بصوا بقى جميل ازاي، مش مهري خالص ومظبوط جدا. وهرصص كده على الخضار قطع الدجاج، ومش هننسى السلطة بتاعتنا. زينت كمان الطبق بشوية من البقدونس. شوفوا بقى الطبق يفتح النفس ازاي، والدجاج مستوي وجميل جدا. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. بألف هنا وشفا، وباي باي.